السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير في احسن الاحوال. فيديو جديد ووصفه جديده. بما انه عجبتكم الكيك اللي شاركت معكم على صفحه تيك توك، اليوم ان شاء الله غنوريكم المقادير والطريقه باش تجيكم طالعه هشيشه. بالبدايه هنا اول حاجه خديت المول دهنته بالزبده، وعندي هنا 3 الخمارات، 2 ساشي فاني، عندي اللوز ايفيلي للتزيين، الزبيب ولي بيبي دو شوكولا حتى هما غادي نحتاجهم للتزيين، مستحبين الا ما بغيتوش بلاش. هنا عندي نص حامضه، 6 البيضات الا كانوا كبار، الا كانوا صغار غتزيدوا بيضه. انا هنا زدت بيضه لان الحجم ديال البيض عندي صغير. غادي نحتاجو قبيصه ديال الملح، 2 علبات ياغورت بنكهه الفاني، كاس ديال الزيت عامر، كاسونس ديال السنيده، وكاس ديال الحليب، ودائما الدقيق على حسب الخليط. ان شاء الله غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. اول حاجه البنات هنا داهنين المول، غادي نرشوه باللوز ايفيلي. كاين اللي كيرشو هكا بالفورص او الدقيق، وكاين اللي كيديروا هكا بحال هكا كيرشو باللوز كونكاستي. المهم نتوما لكم الاختيار، انا كنبغي هكا يجيني باين في الكيك. ماشي مشكل الشي طاح، راه غادي نعاود نرجعو. صافي كتجي كلها باللوز من التحت. صافي هنايا بعد ما قاديت المول كامل رشيته باللوز ايفيلي. الا ما بغيتوش ديروا الدقيق، وبهذه الطريقه كيجي زوين وكيجي باين في الكيك من الاسفل. ضروري البنات ما نحطوه في الثلاجه يبرد، سواء درتي دقيق سواء درتي لوز ايفيلي. نزيد عليه السكر، الفاني. هنا درت 2 ساشي ديال الفاني وقبيصه ديال الملح. ضروري ما ديروا الملح، كتعطي بنه للكيك. صافي في الاثناء غادي نبداو نطلعوا في الكيك، في الخليط ديال البيض عفوا مع الكيك. الاول غير بشويه حتى يتجانس لنا الخليط، عاد نزيدو في السرعه. الحجم هذا حتى يولي لنا الخليط مايل للون الابيض. بالتعب غنديرو المكونات. هانتوما البنات في هاد الاثناء اللي ولا عندنا الخليط كريمي ومايل وهكا ولا ثقيل، غنبداو نضيفو الزيت. الكيكه كلها كتعتمد على هاد المرحله. الا جاك الخليط جاري وهذا راه ما غاديش تطلع لك الكيكه. ضروري ما تجيك الخليط الاول ديال البيض والسنيده بهذا الشكل هذا، خصك يجيك ثقيل ومايل للون الابيض. المهم دابا غادي نكملوا في التطراب وغنبداو نضيفوا الزيت بشويه بشويه حتى يدخل لينا الزيت كامل في الخليط.
صافي بعد ما دخلنا الزيت غادي نضيفو دابا الياغورت. تقدروا البنات ديروا الياغورت حتى بنكهه البنان كيجي زوين. نزيدو الثاني حتى هو. غادي نضيفو حتى الحليب. نضيفو الدقيق. انا كل مره وشحال كتعز ليا، مره كندير فيها 3 الكيسان ونص، مره 4 الكيسان، كل مره يعني على حسب نوعيه الدقيق. هاد الدقيق راه مغربل. بسم الله. واحده، ها الثانيه، وكنقاده هكذا الثانيه، ونضيفو الثالثه ونخلطو ونشوفو واش غادي نزيدو عاوتاني دقيق ولا لا. كنبين لي غادي نزيد. هاد الكيك راه كيجي زوين وكيجي بحجم عائلي، يعني تاكلي فيه اليوم وتاكلي فيه حتى غدا. دابا غادي نخلطو، ولكن ما غنديروش فيتاس 2، غادي نديرو غير واحد، وبشويه بشويه حتى ندخلو الخليط ديال الكيك. حتى البنات فاش كنوصل لهاد المرحله صافي كنحيد هاد لاباطور هادي باش متعدلش تعصر شويه هنايا. وغادي ندير فويت هي باش هانتوما شوفوا في هاد المرحله باقي عندنا الخليط جاري، يعني مازال خصنا نزيدو واحد الكاس ديال الدقيق. المهم الا درتو بحال المقادير ديالي راه غادي ديروا بحال المقادير اللي عطيتكم، نفس العبار، نفس الكميه، نفس المقادير. وهذا نزيد عليها مازال واحد الكاس. بسم الله. نخلطي غير هكا بهاد الطريقه حتى يدخل الدقيق كامل في الكيك، في الخليط ديال الكيك. نزيد واحد نص كاس صافي، بارك عليه. صافي هادشي كيوقع. هذا هو الخليط المرغوب فيه، هو هذا.
صافي. عرفتي تبارك الله غير هاد الفوات هذا خصني جوج يدين باش نهزها، ثقيله. هي بهاد الطريقه ما تبقاوش تخبطوا الخليط ديال الكيك باش ما يخرجش منه هذاك الجهد ديالو. صافي في هذه المرحله غادي نديرو خماره. صافي الخماره الاولى، الثانيه، الثالثه. بسم الله. هاد الخماره هذه غادي ندير عليها نص حامضه. الا ما كانش عندكم الحامض ديروا الخل الابيض، شي 2 معالق كبار بحال هكذاك. بسم الله. شوفوا تبارك الله التفاعل، الحامض كيعطي واحد الهشه للكيك ديالنا رائعه. المهم دابا غادي نبدا شويه بشويه حتى نخلط الخماره في الكيك، ندخلها عفوا. هاد المرحله البنات تقدروا ديروها غير بسباتول، تحيدوا الباط ولا ديروها غير بفويط بحال هكذا. صافي هنا كيبان لكم دخلت الخماره والحامض مزيان في الكيك ديالنا، ما كيبقاوش دوك الحبوب ديال الخماره باينين. غير جربوها ان شاء الله غتعتمدوا عليها باذن الله، خصوصا دابا جاي الدخول المدرسي، كنبغيو نعطيو شي حاجه للوليدات يدوها معاهم هكا في لانش بوكس ديال الكوت ديال العشيه، شي حاجه حلوه. صافي هذا هو، هذه هي لا تكستور اللي بغينا. دابا البنات هنا عندي شويه ديال الزبيب والبيبي دو شوكولا، غادي ندير عليهم شويه ديال الدقيق باش ندخلهم مزيان في الخليط ديالنا. نزيد ثاني نلبسهم. صافي هادشي غادي نوضعهم في الخليط ديالنا وندخلهم في الخليط بواحد سباتول بحال هكذا. صافي صافي شوفوا تبارك الله القوام ديال الكيك كيفاش كيجي. دابا غنخرج المول من الثلاجه. في هذه المرحله البنات اللي غادي ندير الكيك في المول، درت الفران يسخن على 100 درجه، الفرن الكهربائي. بالنسبه للناس اللي عندهم الفرن غازي غادي تشعلوا ليه غير شويه، غير تحسوها كتهب صافي تدخلوا الكيك ديالكم. هنا غادي نهز الكيك للفوق مزيان. صافي واحد سباشول نزل الخليط اللي باقي. هانتوما البنات الا جاب الله وقع لكم هكا بحالي ما تخليوش هاد اللعيبه هنايا، راه غيجي الكيك حتى لهاد البلاصه وغادي يقول لك والله لا طلعت. نمسحوه اي بلاصه طاح فيها هكا الخليط ديال الكيك. صافي ونعاود نجيب الزبده وندهن هاد البلاصه اللي طاح منها اللي طاح فيها زعما الخليط. صافي البنات غطينا عالجنا المشكل. هنا غادي ندير شويه ديال اللوز، عندي هكا طحناه ومحمره في الثلاجه، نخليها هكا غير الكيكه ولا المسمن حلو ولا هذا نذوق به الكيكه ديالنا. تقدروا ديروا الكوك، ديروا الخوخ، ديروا التفاح، اي نكهه كتفضلوا، اي ديسير كتفضلوا ديروه. المهم صافي غادي ندخلوا الكيكه تدخل ندخلوها الفران ونعاود نوريكم الشكل النهائي ديال الكيك. نتوما البنات هنا بعد ما خرجت الكيك من الفران غنتسنى غير برد شويه
ونوريه لكم الشكل ديالو من داخل. هاني يلا تبارك الله كتجي طالعه و ديال تحمير الوجه بصحه وراحه. كتجي محمره وفتيه. يا اما تقدروا تقدموها بهذا الشكل هذا يعني بشكل الاسفل، ولا تقلبوها على الجهه الاخرى. بلاتي نقلبها ونرجع. اذا بسم الله نقطع واحد الريف. بسم الله. ناتي حتى نجيب واحد التفصيل هكذا. شو هنا باين لينا الزب، وهنا شوكولا. كتجي غزال بزاف. بسم الله. اذا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وجربوه وتعطوني التطبيقات ديالكم على صفحه الانستغرام. وشكرا بزاف على المشاهده. ما تنساوش تخليو لي لايك وتعليق زوين بحالكم. شكرا على المشاهده. نتلاقاو في فيديو جاي والسلام عليكم.